السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية في البيوت كلها. النهاردة هنتكلم على موضوع تقريبا مش هقول ما بيعديش على بيت، ولكن فكرة الحمل والولادة ربنا يكرم الناس كلها يا رب، ويسعد الأبهات والأمهات كلهم بالبيبي الجديد. ولكن أوقات بيجي معاها شوية كركبة ولخبطة بتمتد لحياتهم الخاصة. ومن أكبر الشكاوى اللي بتحصل او اللي بتظهر بقى كتير في الاسر الصغنططه، اللي هي بالذات بقى مع اول بيبي، اللي هو احنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل اصلا. الست او اللي كانت لسه من قريب قوي عروسه جديده، هي مش فاهمه ايه التغيرات اللي حاصله في جسمها ده. حمل، ولاده، ولخبطه قبل الحمل، انا غير بعد الحمل، غير فتره الحمل ال9 شهور، بعد الولاده انا جسمي مش جسمي، رغبتي مش طبيعيه. ايه ده انا ما عنديش احساس بالرغبه في العلاقه الخاصه خالص. وهنا تبتدي مشكله كبيره جدا، لان مش كل الرجاله بيستوعبوا كم التغيرات واللخبطات والشقلباظات اللي بتحصل في حياه الست وفي جسمها، وفي حاجات كتيره بقى، هرمونات ومزاج وجسم وتفاصيل كتيره جدا. النهارده الحلقه الهدف منها ببساطه ان احنا نشرح للستات الجداد، الامهات الجداد اللي لسه يتصنفوا عرايس صغنطتين، هو ايه اللي بيحصل، وليه بعد الولاده انتي مش حاسه بان عندك رغبه طبيعيه. وفي نفس الوقت بنشرح للساده الرجال الاباء الجداد، هي مش كرهاك، هي مش زاهده في العلاقه الخاصه، هي بتحبك وانت حبيبها وابو بنتها او ابنها وكل حاجه، ولكن هي عندها لخبطه هي شخصيا مش فاهماها. تعالوا بقى النهارده افهمكم انتوا الاثنين هو ايه اللي بيحصل في فتره ما بعد الولاده فيما يخص رغبه المراه في العلاقه الخاصه من عدمها. وبكره هنتكلم على الناحيه الثانيه، لان ايوه الراجل ما بيولدش انا عارفه، بس في رجاله بعد الولاده بيفقدوا رغبتهم شويه في الزوجه اللي بقت ام. تمام، ناخد الموضوع واحده واحده ونمشي على مهلنا. انا بحاول ابسط الكلام على قد ما اقدر، فمش هتلاقوا اسامي مكلكعه، هنبعد عن التشخيصات الطبيه، ده مش منطقتنا، ولكن انا هتكلم على الهرمونات واللخبطات اللي ممكن تحصل لجسم ست لسه والده. طيب، ناخد اول حاجه، عشان اللي بيحصل ده كومبو من تغيرات نفسيه، هرمونيه، وجسديه. طيب واحده واحده نتكلم على التغيرات الهرمونيه الاول، وبعدين نمشي واحده واحده في اتجاه النقط بقى الاعمق. التغيرات الهرمونيه اللي حصلت في جسم الزوجه خلال فتره الحمل كان فيها هرمونات انوثه عاليه جدا، استروجين عالي قوي، بروجسترون عالي قوي، رغبه قويه. وكتير من الزوجات بيواجهوا في خلال الحمل ظاهره كتير منهم ما بيقدروش يتكلموا عنها، الا وهي رغبتهم الزايده في ممارسه العلاقه الخاصه، على عكس الراجل اللي ممكن يبقى متوتر او خايف او في مشاكل في الحمل، فهو قلقان جدا انه يحصل اي تواصل بينه وبين زوجته فيأثر على سلامه الحمل او امانه او استمراره وما الى ذلك. تمام، السيناريو ده بقى الهرمونين دول بتوع الانوثه اللي هم يعني طبعا في معاهم باكج كتيره قوي في الهرمونات، ولكن الاستروجين والبروجسترون بيقلوا قوي بعد الولاده مباشره، وبيقلوا بشكل كبير. الانخفاض يعني الهايل ده بيجي منه كذا حاجه، اهمهم واكثرهم وضوحا: نمره 1 ضعف الرغبه، نمره 2 جفاف المهبل، وده اللي بيخلي العلاقه الخاصه بشكل عام تبقى مؤلمه. ومعنى انها مؤلمه تبقى مزعجه، لان افراز هرمون اللبن البرولاكتين في حد ذاته بيعمل كركبه كتيره برضه بتاثر على حته الجفاف بتاعه المهبل. تمام، الام الجماع بقى هنا بتعمل ايه؟ بتعيق ممارسه العلاقه الخاصه بشكل مريح بالنسبه للست. ويا سلام لو هي بقى والده طبيعي، فبيبقى اوريدي المنطقه دي فيها مشكله، سواء تمدد لسه ما رجعش العضلات لطبيعتها، او لو في عمليه توسيع للولاده الطبيعيه اللي هي بنسميها شق العجان، ففي غرز في المنطقه دي، وممكن يكون او قريب منها بمعنى ادق، وممكن يكون في شويه كركبه لسه الدنيا ما ظبطتش.
طبعا ده احنا بنتكلم على ايه؟ على بعد فتره النفاس، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن نزيف بتتفاوت طبعا حدته من ست للتانيه، وبيستمر الفتره اللي احنا يعني بنقدرها تقريبا 40 يوم، يزيدوا ينقصوا حسب كل جسم والتاني. طيب، ارتفاع مستويات الاندورفين خلال الحمل، واحنا عارفين ان ده اللي احنا بنسميه كده هرمون ايه؟ السعاده. خلال فتره الحمل بيخلي الست في مود غالبا افضل بكتير من بعد فتره الولاده، لان بعد الولاده الهرمون بتاع الاندورفين بيقع، فبيحصل ايه؟ مزاج مش مظبوط، ولو زادت الليله شويه بيدخلنا، لو فاكرين الحلقه اللي عملناها، بيدخلنا في بوست بارتم ديبريشن اللي هو اكتئاب ما بعد الولاده. والاكتئاب ده احنا عملنا عليه حلقات قبل كده، ممكن يعلى لدرجه انه يعمل لنا مشاكل حقيقيه تهدد سلامه الام والبيبي. دي باختصار كده الكركبه الهرمونيه اللي بتحصل ما بين حمل كل حاجه عاليه، ولاده كل حاجه بتقع تقريبا في الهرمونات اللي في المنطقه دي. التغيرات الجسديه، التوتر بتاع عضلات المهبل وقدرته على التمدد بتقل شويه بعد الولاده الطبيعيه، وده بيخلي الست مش مستحمله لقطه العلاقه الخاصه، لان ده بالنسبه لها الم. جسمها كله على بعضه مش الطبيعي، لسه وزنها ما رجعش لطبيعته، الثدي بيجهز عشان لقطه الرضاعه. لقطه الرضاعه لو ربنا كرمها ما شاء الله ورزق البيبي كتير، ممكن يحصل بقى تسريب للبن خلال الجماع او خلال فتره المداعبه، ودي بتخلي الست عندها حاله توتر وقلق من ان حدث زي ده يحصل. وفي الحاله دي بيزعج الست جدا خلال ممارسه العلاقه الخاصه، وممكن يسبب لها درجه من الحرج والقلق تخليها من اصله مش عايزه علاقه خاصه في الفتره دي، لحد ما يبتدي جسمها يرد شويه لطبيعته والرضاعه البيبي تنتظم اكتر، فما يبقاش فيه فائض من اللبن كتير في صدرها، ممكن يعمل لها مشكله خلال العلاقه الخاصه. التغيرات النفسيه، وهنا لينا وقفه محترمه بنت حلال طويله عريضه. جسمي ده مش شبهي، ودي كلمه بسمعها من ستات كتير جدا بعد الولاده. وجسمي مش شبهي دي مش بس وزن، لا، ده وزن وبشره وشعر. هي خلقت ربنا يأجر كل ام يا رب، ربنا سبحانه وتعالى استخدم هذا الجسد في المعاون في خلق جسد اخر، فالبيبي خد حقه من كل حاجه، من فيتاميناتها ومن عظمها ومن تغذيه جسمها ومن كل خليه. احنا بنغذي بيبي تاني جوانا، فطبيعي جدا ان اي ست تطلع من المرحله بتاعه الولاده جسمها مش في وزنه الطبيعي، صحتها مجهده منهكه، اغلبنا بيبقى تحاليله مش احسن حاجه وانيميا وليله وقصه طويله عريضه. ده بالاضافه لان طبعا الوزن، لا ضيفي بقى عليه ترهل في منطقه البطن مكان الحمل، ستريتش ماركس، جلد لسه مش متوحد في لونه، لو لا قدر الله بقى يعني جه في خلال الحمل كلف او اي مشاكل جلديه، احنا مستنيين كل ده بقى يزول ويختفي. وكل السيناريوهات دي حطوا بقى عليها بيبي صغنطط كده ملوش في الكون ولا في الدنيا غيري، ومعتمد عليا من الالف الى الياء، وانا لازم اقدم له كل انواع المساعده اللي هو محتاجها، لان ببساطه انا مصدر الامان والغذاء والرعايه وكل حاجه له في الكون. هلاقي وقت قد ايه انا اعتني فيه بحالي واسترد صحتي. طبعا على قد ما بيبقى فيه مساعدات في المرحله دي، على قد ما الست بتعرف تسترد صحتها وجمالها ووزنها بسرعه. الست بتحتاج غالبا من 4 ل6 أسابيع بعد انتهاء بقى الفترة بتاعة النفاس، تستجمع فيها بس كده نفسها وتظبط أمورها، يكون النزيف وقف وتكون الآلام المصاحبة للموضوع ده وقفت، ولو هي والدة قيصرية تكون الدنيا اتحسنت شوية. طبعا بنكون فكينا السلك وقتها، ولكن مشكلة القيصرية ان القطع اللي بالعرض ده بيجي بعده تكات كده او يعني اتاكس صغنططه
تنميل، احساسها بانها مش حاسه خالص بمكان الفتح. الحاجات دي كلها بتبقى مزعجه، ولكن ستات كتير جدا ما بتعرفش تعبر عن ده، بالذات لو رجعت على بيتها على طول. ففي الحاله دي هي مع حد زوجها مش فاهم خالص في المواضيع دي، فلا هو قادر يشور عليها ولا هي عارفه تشور. عشان كده دايما بننصح في المرحله دي ان الام تنتقل تقعد مع البنوته اللي هي الام الجديده، او لو ليها اخت كبيره او حما يعني كتر الف خيرهم يساعدوا بس شويه لحد ما الام تتعرف على جسمها وتعرف تسيطر على امورها تاني. تمام. عنق الرحم احيانا بيحصل فيه شويه ضرر، لو في ولاده طبيعيه بيحصل شويه تهتكات، بيحصل شويه التهابات، بيحصل شويه كركبه. احنا بنحتاج الوقت ده كمان عشان عنق الرحم يرجع لوضعه الطبيعي وهرموناتنا تستقر، ولو في علاج بناخده او حاجه يسمح لكل الانسجه ولكل المناطق اللي اشتركت معانا في حته الولاده انها تتعافى وترجع لطبيعتها تاني. من اهم العوامل المساعده لان الست ترجع لمعدلات رغبتها العاديه في العلاقه الخاصه هو مش عايزه اقول الرحمه، ولكن هي الرحمه والطيبه والود والتعامل بلطف والمسانده من الزوج وتقدير موقفها والتواجد معاها. وده برضو على فكره تحت بند الجنس الزواجي، ما هو شغال معانا على طول. تمام. فكل ده بيوصل الست لانها ترتبط بيك حتى لو انتوا مش قادرين تقيموا علاقه خاصه، ولكن ارتباطها النفسي بيك واشتياقها ليك بيبتدي يترتب من قد ايه انت رحيم عليها في المرحله دي. عشان كده انا ما بحبش، ومحدش يزعل مني، ما بحبش لقطه ان الست ترجع من المستشفى على مامتها، فانا بنفصل عنه في مرحله انا اكتر حد محتاجه لحضنه ولطبطبته والاهتمام ولمساندته. هي المرحله دي انا محتاجه جوزي. فالحته دي معلش انا يمكن يكون لي راي مختلف شويه، ولكن حقيقي نتائجه رائعه في ارتباط الراجل بمراته في الفتره دي، مساندته ليها على قد ما يقدر اللي هيساعد يروح بيتهم، ولكن ما تمنعوهوش انه يبقى جزء من حياتها ويرتبط كمان بالبيبي من اول ولادته. ربنا يبارك لهم فيه يا رب. هل اللي احنا بنقوله ده قاعده؟ لا، الناس بتختلف. في ناس ما شاء الله بعد الولاده بتقوم زي الفل، لان التغيرات دي بتختلف من ست للتانيه، بتختلف من ثقافه للتانيه، بتختلف من طبيعه جسم للتانيه، بتختلف من سيناريوهات وراثيه من عرق لاخر. يعني في ناس ما شاء الله اعراق معينه بيقوموا من الولاده زي الفل تاني يوم الصبح زي ما بنقول كده في الغيط. وفي طبعا اطر اجتماعيه، طبيعه جسم، تكوين ست بيختلف عن الست التانيه. فمفيش حاجه في الحياه قاعده، احنا متفقين ان في دايما عوامل قبل الاختلاف. ايه اللي بيأثر بقى على المده اللي الست بتتعافى فيها وترجع؟ تعالوا ناخد كده شويه سيناريوهات. الضغط النفسي. الضغط النفسي في المرحله دي مش مطلوب خالص للام الجديده. التعب الزيادة عن اللزوم، الإرهاق الزيادة عن اللزوم، الخوف الزيادة عن اللزوم أو الخوف من الألم في استعادة العلاقة، وكل ده بنسيطر عليه بحسن المعاملة والمساعدة. وقد ما بنلاقي مساندة نفسية في الفترة دي بتعدي بسرعة إن شاء الله على كل الأمهات. الإهمال اللي ممكن الست تواجهه من جوزها في المرحلة دي ممكن يعمل كارثة. ليه؟ لأن في الوقت ده هي في أضعف حالاتها، ومش بس في أضعف حالاتها، واحنا قلنا ان هرموناتها متلخبطة ومزاجها متلخبط وعفرتها يعني متكعبلة. كل ده انا محتاجة بقى حد يقول لي لا انت كويسة، انت جميلة، انت ما زلتي لطيفة وقمر وانا بحبك. وكل الستات بيبقوا محتاجين يسمعوا ده ويسمعوه جدا. طيب ايه كمان غير مساندة الزوج لزوجته وتواجده معاها؟ اهتمام الزوجة لازم يكون بنفسها وبأكلها وبراحتها وبنومها. واللي انا بقوله دول مش رفاهية، لان لو انت مش كويسة لا البيبي الصغير هيبقى كويس، ولا علاقتك بجوزك هتبقى كويسة، ولا البيت كله هيبقى كويس. واحدة واحدة هتفهمي ان انت قلب البيت. كل اللي في البيت مهمين، بس انت قلب البيت. طول ما انت كويسة البيت كله كويس. تمام؟ فناخد بالنا من الحتة دي. الهدوء.
الهدوء في تعاملكم انتوا مع بعض طبيعي ومنطقي جدا ان انتوا الاثنين مش فاهمين، وعشان كده في المرحله بتاعت قبل الولاده كل ما بتقروا اكتر، كل ما بتتفقوا اكتر، كل ما ارائكم بتبقى قريبه لبعضها اكتر، بيبقى فيه هدوء اكتر بعد مرحله الولاده والاستقرار، ويرجع البيت بسرعه لطبيعته. تمام؟ لما تحصل علاقه خاصه بعد الولاده في الفتره الاولانيه بالذات، الشهرين 3 اللي بعدهم، حاول ايها الرجل او ايها الزوج الجميل ان عمق العلاج ما يكونش عميق قوي في الفتره دي، وما تكونش عنيف قوي معاها. بالعكس، نقي الاوضاع اللي ما فيهاش ضغط عليها، اللي ممكن تكون هي المتحكمه الزوجه في عمق العلاج وفي مدى درجه العمق في حته العلاقه الخاصه. ليه؟ عشان هي هتقدر تستحمل لحد ما تبتدي تتوجع، هي اللي هتبقى مسيطره في الحته دي. ده بيسهل عليها انها تستمتع اكتر، وبالتالي تمتعك اكتر، بيمكنها انها على الاقل في الفتره دي لحد ما يكتمل تماما تعافيها، انها ما تحرمكش من حقك الشرعي، ولكن في نفس الوقت ما تبقاش متألمه او متكدره بسبب الموضوع ده. ففي ستات ممكن يفكرها يهديها الان، طب لا بلاش خالص، وده طبعا مش احسن حاجه لا لعلاقتكم ولا لاحتياجات حضرتك، واحنا بنراعي الحاجتين. ممكن نستخدم بعض مسكنات الألم أثناء العلاقة، ولكن ده لازم يكون باستشارة طبيب النساء بتاع البنوتة أو دكتورة النساء يعني. قبل ما يتم استخدام الحاجات دي مفيش مجال وانتي بترضعي انك تسفي اي حاجة او تاخدي اي ادوية، حتى لو كنتي بتاخديها زمان قبل الحمل. دي لازم تكون باستشارة. تمام؟ الحاجات اللي ممكن بقى تساعدك على علاقة هادية من غير ازعاج: دش دافي، ده عالمي، بيرخي عضلات كتيرة، بيفك كرامبات كتيرة، كركبة كتيرة، هيساعدك على إحساسك بأن جسمك هادي وفرش ونظيف ولطيف ويحسن مزاجك. والحاجة التانية إفراغ المثانة، يعني تدخلي التويلت عشان ما يبقاش في ضغط شديد وما يبقاش في ضغط كبير على منطقة الحوض، وبالتالي انت تبقي مرتاحة وعنق الرحم يبقى فيه عليه سبيس للعلاقة وما تبقيش متوترة، وبالتالي تقضي علاقة أهدى وأريح ليكي ولزوجك بإذن الله تعالى. أتمنى إن الحلقة النهاردة على قد ما هي مكلبظة وفيها شوية معلومات كتير، ولكن أتمنى إنها تساعد ناس كتير على إنهم يفهموا نفسهم، وتساعد كتير من إخواننا الرجال على إنهم يتفهموا كم الضغط النفسي اللي الست بتبقى فيه بعد الولادة. هي مش عايزاك، هي ببساطة مش فاهمة اللي بيعدي على جسمها ده كله. هل ده معناه ان الام في الولاده الثانيه او الثالثه، ربنا يرزق الناس كلها يا رب، بتبقى اكثر فهما واكثر خبره؟ احيانا واحيانا لا، عشان ما حدش يفتكر ان الست لو ولدت مره بس بقت الدايه اللي فاهمه كل الشقلباظات وبقت دكتور امراض نساء في نفسها خالص. كل ولاده بيبقى ليها ظروفها، وممكن الحاله النفسيه تختلف من ولاده للتانيه، والحاله الجسديه تختلف من ولاده للتانيه. يعني ممكن حمل وولاده يبقوا سهلين جدا ويسيرين جدا، الحمل والولاده اللي بعدهم لا قدر الله ممكن يبقوا صعبين جدا ومرهقين جدا على الست. ربنا يعينكم ويقويكم ويقدركم ان انتوا دايما تكونوا سند لبعض. ووصيه مني ليكم اللي بتسمعوني، رجاله وستات، لو في ست ولدت في عيلتكم، اختك، مراتك، بنتك، دايما كونوا موجودين بالمسانده، بالهدوء، بالاستيعاب، بالحنيه، بالود، باللي تقدروا عليه. ولكن دايما حسسوا الست اللي في انا اسفه يعني اللي في المعجزه دي ان احنا شايفينك وفاهمينك وحاسينك وبنحاول نساعدك. ربنا يسعد الناس كلها يا رب، وربنا يديم على بيوتكم التفاهم والرحمه والحب. اشوفكم على الف خير يا رب. وبكره ما تنسوش استنوني عشان هقول لكم بقى الناحيه التانيه، ايه اللي ممكن يخلي راجل بعد ما مراته تولد يبقى مش عايز علاقه خاصه. اشوفكم على الف خير ان شاء الله. سلام عليكم.